غرة الليالي، ليلة هي خير من 1000 شهر. أودعها الله في العشر ليبتلينا ويختبرنا لينظر أينا أحسن عملا، لا أكثر عملا، أحسن عملا. ولذلك العشر القادمات خير الورى وخير البريات عليه الصلاة والسلام ما كان يقضيها في بيته. 20 الأول كان عليه الصلاة والسلام يخلط ويصلي. أما في العشر الأواخر فكان يطلق الدنيا خلف ظهره، وهو أكثر منا أعمال. قائد الأمة بأبي هو وأمي يترك الدنيا خلف ظهره، يتخفف من أعمالها، يترك نساءه، ليست زوجة واحدة ولا زوجتين ولا بيت ولا بيتين، ترك 11 بيتا، وترك خلفه نساء، وترك خلفه ما خلفه، واعتكف وضرب القبة في المسجد يناجي رب العالمين ويخلو بالمناجاة مع ربه. هكذا يكون استقبال العشر. يا معاشر الأخيار، لن يستطيع أحد أن يستقبل ليلة القدر 83 سنة صيام وقيام وطاعات يعطيكها الله بقيام 12 ساعة. أي كرم من هذا؟ تدري المحروم من هو؟ المحروم اللي بتمر عليه ليلة القدر وهو يصك الفناجيل ويصلح الدلال ويسولف أمام القنوات، أو يدور ويجوب مع أهله في الأسواق، ظالم لنفسه، عدو لنفسه، ضيع عمره. والله إن العشرة هذه لا تعود، والله لا تعود إلا على الأحياء. هل أنا وأنت منهم في العام القادم أم لا؟ الله أعلم. يا أخي كم عمرك؟ كم عمري؟ أنا عمري فوق 40. يعني يا أخوان اللي يجلس ليلة القدر عمله الذي يرفع إلى الله إن قبله 83 سنة و6 أشهر. الله أكبر. ليلة يكون عبادتها كعبادة من